السلام عليكم، يا هلا والله بالشباب. طبعا شباب، اليوم الفيديو مالتنا عن عدي الكعبي. وتدرون بعدي الكعبي بالفترة الأخيرة عن موضوع الفاس والفاسة، وصار نقاش كلش كبير. اليوم احنا راح نسولف عن موضوع الفاس والفاسة ونشوف وين الغلط. يلا يا حبايبي خليكم ويا الفيديو، تعالوا. طبعا اولا ما نحكي عن موضوع الفاس والفاسة لحد ما نشوف الفيديو اللي حكوا بيه بين المهوال وبين عدي الكعبي. تحياتي لهم. خلينا نشوف الفيديو ونتأكد. هالفاس شماح مدوك ذمك تابع لذراع الحطاب. حلو. بالعمل اثناء العمل الخلفه لما يقول لي العامل ماله اعطيني الفاس لو اعطيني الفاسه. انا قصدي الفاس ها اعطيني الفاسه. هي فاس شنو؟ ايه غير فاسه. بالعمل انا هسه عامل ايه والاسطى مالتي سيد غزوان خوش ويريد الفاسه. ايه يقول له اعطيني الفاس لو اعطيني الفاسه. الفاسه. حلو مؤنث. انا اشتغل عمال يعني. حلو. ايه تشتغل عماله. ايه اخذ راحتك الله وياك. صح اذا تعرف تشتغل عماله وتقول الفاس شما حمدوك نذمك، الفاسه شما حمدوش نذمك غير. بس انا مو قصدي هاي الفاسه مال الفاسه مال ذاك الصوب. الفاسه مال الفاس مال الحطاب. ويا شباب مثل ما شفتوا عدي الكعبي قاطع الزلمة وقال الفاس والفاسة، بس مو هنا المشكلة. عدي الكعبي من حقه يقاطع ومن حقه يتدخل بهيك امور، بس يا اخي كان تدخله ما ادري شلون يعني. والله مع احترامي له تدخل يعني عنيف، لكن تحول هيك ما ادري شلون. والله ما ادري شلون اوصفنه، بس مو هنا المشكله. المشكله الولد هذا اللي قال البيت هذا مال الشعر الفاس والفاسه. يا اخي تلقاه هسه بينه وبين نفسه فكر، قال ويلي يا عدي الكعبي دمرت مستقبلي، من وراك راح اشوف له خلفه والتفق وياه واطلع عماله واوعى في الشعر. اي تدرون هو بينه وبين نفسه هيك قاعد يقول الشاعر. عدي الكعبي فكر، قال لي لقيت لي لزمه عليك. الفاس والفاس لقيت لي لزمه عليك اليوم الا اطردك من المنصه كلها. بس بعدين شاف الموضوع لان ماكو فرق يعني حيل متجربط، قال له يلا يلا كمل 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 كمل. بس ما ادري ليش احسه ما راضي. اي والله احسه ما راضي. تحياتي لك عدي الكعبي والله. مو بس هاي يا شباب، عدي الكعبي عنده تدخلات كلش حلوه. اسمعوا هذا التدخل الثاني، يعني تدخل هم كلش حلو. خلنا نسمعه. ينحني ينقطع الظهر اللي ينحني. سنسول موجود، سنسول الظهر، فقرات الظهر اسمه سنسول بالاحياء. شنو انا عندي جامعه؟ شو اقول له غير توظيف صحيح؟ غير توظيف صحيح، هاي ماده احيائيه. شو حنينا بالاحياء؟ انا جاي اشوف شعر يا بعد عيني. الادبيه المعلومه يا من فلوس بعيونك يا بعد عيني. يا اخوي يا بعد عيني. جاي اقول لك السنسول ما ينحني، ينحني الظهر صح. يا شباب مثل ما شفتوا تدخل عدي الكعبي، بس المشكلة مو يم السنسول ولا يم العمود الفقري. المشكلة اليوم الإنسان من يريد يدنق شلون مثلا يجرونه من ذانه، خو أكيد يدنق ويلوي السنسول. عدي الكعبي يقول ما يلوي. والله يا رب هسه احتار ايش اقوله. تحياتي لك عدي الكعبي. شباب اكتبوا لنا بالتعليقات شنو رايكم عن تدخلات عدي الكعبي. هو الزلمه من حقه يتدخل لان باللجنه وخو هذا شعر ومسؤوليه، بس تدخلاته يعني قويه كلش قويه. تحياتي لعدي الكعبي. اذا حبيت الفيديو يا شباب خلونا لايك واشتراك، ولا تنسون تتابعون قناتي على اليوتيوب مرتضى العاجيبي. تابعوني على هذا البيج راح انزل لكم مقاطع حلوه. باي باي.